السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم جيتكم بلا ريسيت تاع حاتون الفطائر، اون ريسيت بزاف هايله بواحد لاباط جات بزاف خفيفه. سيو لا ريسيت ورجعوا لي بالخبر. البنات اللي رايحين يشوفوني للمره الاولى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باه يجيكم كل جديد، وما تنسوش ثاني تبارطاجوا لا فيديو تاعي مع صحاباتكم. شوفوا كيفاش جاو من الداخل، جاو بزاف خفاف وهايلين. نبداو بسم الله لا ريسيت تاعنا. في ريسيبيون نديرو كاس تاع حليب يكون دافي، والكاس اللي عبرت به يرفد 300 مليلتر، وزيدوا عليه مغرف كبير تاع الخل. هو السر اللي خلى لي صالي تاوعي جاو بزاف خفاف. كي تشوفوا الحليب تاعكم راب ما تخافوش، هذه هي لاستيوس اللي يجو بها لي صالي تاعكم خفاف. ديروا الخل الابيض ولا اي خل متوفر عندكم، من بعد زيدوا بياض بيضه والصفار خلوه دكوتي وخلطوا بيان. وهنايا زدت 3 مغارف كبار تاع الزيت، يعني ما تكثروش الزيت باه تجيكم لاباط تاعكم خفيفه. ثاني تبقاو خلطوا. وهنايا زدت مغرف كبير تاع خميره الخبز وما زدتوش مع الاول، زدتو فير لافان هكذاك باه ما يروحليش لي في تاعها من الخل، وخلطوا كلش مع بعض. وهنايا بديت نطم لاباط تاعي بالفارينه. درت كاس الاول تاع الفارينه وزدت معاه نص باكي تاع خماره ومغرف صغير ما يكونش معمر بيان بالملح. وفي هذه المرحله خلطوا مليح كلش كيما نخلطوا الموسكوتشو، بيشك لاباط تاعنا ماناش رايحين ندلكوها ولا. والفارينه خدموا بالفارينه اللي تجي سبيسيالمون كي شغل للخبز وكلش باه يجوكم لي صالي تاعكم خفاف وهايلين. وهنايا زدت الكاس الثاني تاع الفارينه. ثاني نبقى نطم لاباط تاعي بشويه وخلطوا توجور بيان لي زانغريديون تاعكم. لاباط تاعي مازالها جاريه. وهنايا جبت الكاس الثالث تاع الفارينه، بصح ما نديروش على ضربه، نزيدو بشويه ونبقى نطم لاباط تاعي. وصا ديبون، قادر الكاس تاعكم يبقى لكم منه نص وقادر يبقى لكم منه ربع، يعني صا ديبون على حساب الفارينه تاعكم. ليسونسييل لاباط تاعكم لازم تبقى تتلاصق هكذاك باه يجوكم الفطائر خفاف. هنايا لاباط تاعي نطمها بيان سور بيديا باه نعرف لا تكستور كيفاش لازم تكون. ليسونسييل لاباط تاعكم لازم تخلوها تتلاصق، يعني ما تكونش قاصحه بزاف. وهنايا جبت شويه قيس نص مغرف كبير تاع لا مارغارين وزدته مع لاباط تاعي، ونبقى ندخل لا مارغارين هذيك بشويه. شوفوا لاباط تاعي شحال راهي تتلاصق، يعني تبقى لكم بهذا القوام باه يجوكم خفاف. وشوفوا شحال بقالي من الفارينه هكذا باه ما تغلطوش في لا ريسيت. دوك لاباط تاعي ندهنها بشويه زيت من الفوق باه نغطيها ونخليها تريح هكذاك 45 دقيقه ولا ساعه. كي تشوفوا لاباط تاعكم تضاعف الحجم تاعها، كسروا لها الخمور، يعني ماشي شرط تخلوها 45 دقيقه ولا نص ساعه، يعني سا ديبون البلاصه اللي خليتوها فيها. شوفوا شحال راهي تخرج نبابل. خرجوا الهواء بيان من لاباط تاعكم باه تبداو تخدموا فيها. بسطوا لاباط تاعكم تكون يعني رقيقه. انا خدمت فوق البابي كويسون باه ما نوسخش برك لو بلون دو طرافاي. طبعوا لي صالي تاعكم بون بورت بياس، يكون موايا ما يكونش كبير بزاف، وحطوا لي صالي تاعكم في بلا وخلوهم يخمروا غير شويه يعني. من بعد جيبوا عفسه هكذا وطبعوهم بها، وزيدوا اخدموا بصبعتيكم يعني باه تشكلوا بيان لي صالي تاعكم ولا الفطائر. من بعد تقبوهم بالفرشيطه باه ما يتنفخوا لكمش في الوسط، ودهنوهم بصفار البيض. وزيدوا عليه شويه حليب وشويه نسكافيه ولا قهوه يعني، وشويه زيت بيان سور. وفي الوسط ديروا واش حبيتوا، ديروا لاصوص طوماط ولا اي حاجه حبيتوها. انا درت بالكاتشب، ما عنديش لاصوص طوماط وعجزت باه نطيبها.
من بعد ديروا الثون ولا البولي ولا لا فيوند داشي ولا واش حبيتو في الوسط، وديروا هكذايا جلجلان ولا حبة سودا ولا لي غران دو بافو واش حبيتو يعني. ودخلت لي صالي توعي طابو من الفوق ومن التحت في فور يكون مشعول الافونس على اعلى درجة. من بعد كي طابو نص طياب خرجتهم ودرت لهم كامونبير. علاه درت هكذا باه ما يتحرقليش لو فروماج ويتحمروا بيان. من بعد زدت لهم تاع شويه تاع الكرويير ودرت لهم هكذا يا حبيبات زيتون، وزدت رشه تاع زعيطره وعاودت دخلتهم حمارو. وهذا ما كان. جاسبر كو لا فيديو تاعي تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسونيش بلي جيم ولي كومونتير.